ما ممكن انت تكوني بالطريقه دي لك يعني شهر ونص انت بتستفزيني، شهر ونص انت بتستفزيني. انا ما عندي معك مشكله يا حبيبه. الليله لو جينا قعدنا اسالوك انت عندك معاها مشكله، ما حتقولي عندك معاها مشكله، انت ما عندك معاي مشكله. كل الحب يا سودا فاست، انت ما عندك معاي مشكله خالص، ولا انا عندي معاك مشكله. لكن انت مرسله، انت مرسله. واكعب حاجه انه الزول يكون ما عنده قرار نفسه ويكون مرسل. اظن الناس كده فهمت المعنى الحاصل. فانتوا عارفين النسيج بتاعنا ده لازم ينضرب بكل طريقه. فما ممكن الليله يضربوا ندى القلعه بشكل بنفس الصوره يقوموا يضربوا بها ايمان الشريف، وبنفس الصوره يجوا يضربوا بها هبه. لا، لازم يختلف، لازم يكون في تنويع، لازم يكون في كده تشكيل. دقيقة بديك قصدي يا سعدون، لازم يكون في تشكيل، لازم يكون في تنويع، فالناس تكون واعية. أنا والله ولا زعلانة عينه لي، نمت مرتاحة وقمت وشربت الشاي وظبطت أموري وصليت حتى قلت أخش اللايف، لأنه الحكاية بقت واضحة وإحنا عرفنا كل ملابسات الموضوع. اللهم ينصر القوات المسلحة السودانية، وكلنا جيش، تمام؟ كلنا جيش. فالشعب السوداني صح زمان كان مغيب، صح الحاجات دي كان بتمر عليه، صح في بعض الناس بيشتروهم في السوشيال ميديا بيكونوا قاعدين للحاجات دي، لكن احنا الحته دي احنا والله عبرنا منها خلاص وفترنا. فالمفروض الناس ذاكرتها ما تكون سمكيه، ترجع ورا وتشوف الحاجات اللي قاعد تحصل. فده نموذج، يعني هسه حالتي اللي حصلت دي نموذج للي بيحصل. لو تتذكروا قبل فتره في مهاترات في الفيسبوك كانت ترندات، تتذكروها صح؟ وقبليها فيه فنحن كشعب سوداني والله عارفين الحاصل، والله عارفين الحاصل.